أهلا بحضراتكم في تحليلنا النهاردة. خلينا ندخل في الموضوع على طول ونشرح واحدة من أقوى الشركات في البورصة المصرية. إحنا قدام شركة بتعتبر حرفيا قلعة مالية ومكنة شغالة لتوليد الكاش، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية أو زي ما كلنا عارفينها أموك. إحنا مش جايين نرص أرقام عابرة، إحنا بنحلل سهم بيعتبر درع دفاعي قوي جدا لأي مستثمر في أوقات التضخم والتقلبات الاقتصادية اللي بنعيشها. وعشان نكون ملمين بكل التفاصيل، محطتنا النهاردة مقسمة ل5 نقط سريعة: طفرة أرباح الربع الأول، استراتيجية المبيعات القياسية، التوزيعات النقدية السخية، تحليل القيمة العادلة، وأخيراً الرؤية الفنية لاتجاه السهم في السوق. خلينا نبدأ بأول نقطة معانا، طفرة أرباح الربع الأول. الرقم اللي هيخطف عين أي حد بيتابع السوق هو ده: 37% قفزة في صافي الأرباح المجمعة. الرقم ده مش مجرد نسبة مئوية مكتوبة على ورق، ده مقياس لنمو قوي جدا، وبيلفت انتباه أي مستثمر بيدور على شركة بتعرف إزاي تكبر وتتوسع في أصعب الظروف الاقتصادية. ولو جينا نترجم ال 37% دي لأرقام فعالية وملموسة، هنلاقي إن صافي الأرباح طار لأكتر من 635 مليون جنيه مصري في أول 3 شهور بس من سنة 2026. متخيلين الحجم الضخم للكاش اللي الشركة دي قادرة تولده من عملياتها التشغيلية في فترة قصيرة جدا بين يناير ومارس؟ حاجة ممتازة فعلا. طيب، هل الأرباح دي مجرد تسويات أو مثلا ألعاب محاسبية؟ إطلاقاً. إحنا قدام توسع هائل في حجم العمليات. المبيعات زادت بشكل فعلي من حوالي 10 مليار جنيه ل 10.51 مليار جنيه. يعني إحنا بنتكلم عن كفاءة تشغيلية حقيقية وحجم إنتاج ومبيعات بيزيد على أرض الواقع. ندخل بقى على النقطة التانية، إيه هو سر المبيعات والأرقام القياسية دي؟ الإجابة عن إزاي شركة بتقدر تحقق الأرقام دي وقت التضخم واضحة جدا في استراتيجية القلعة المالية بتاعت أموك. ببساطة الشركة دي بتصدر منتجات زي الشموع والزيوت الأساسية، وبكده بتدخل عملة صعبة، والأهم من كل ده إن مفيش عليها أي ديون صافية. بالعكس، دي قاعدة على جبل سيولة نقدية ضخمة جدا في البنوك، وده بيخليها تستفيد بشكل مباشر من أسعار الفايدة المرتفعة، وتضيف أرباح تمويلية ممتازة جدا لصافي ربحها. وعشان نأكد لحضراتكم على قوة الموقف ده، مفيش شهادة أقوى من إن الشركة تكون مصنفة ضمن أقوى 50 شركة في الشرق الأوسط لعام 2024 حسب فوربس. التصنيف ده مش من فراغ، ده بيدي مصداقية ضخمة لأموك، وبيثبت إن كفاءتها التشغيلية ونجاحها معترف بيهم مش بس محلياً، لا، ده على المستوى الإقليمي كله. النقطة الجوهرية والذكية جدا هنا هي التوازن. أموك بتلعب دور وطني مهم جدا في تأمين احتياجات السوق المحلي من الطاقة، بس في نفس الوقت بتلعبها صح وتستخدم استراتيجية التصدير للأسواق العالمية عشان تحمي نفسها من أي مخاطر تخص تذبذب العملة المحلية. التوازن ده هو اللي بيخلق الاستقرار المالي اللي كلنا بندور عليه. وده بياخدنا للنقطة الثالثة والمفضلة لينا كلنا، كنز التوزيعات النقدية السخية. في سؤال دايما بيطرح نفسه بين أوساط المستثمرين: ليه أموك بتعتبر من الأسهم الدفاعية والملاذات الآمنة، خصوصا للي بيدور على دخل ثابت ومستمر من البورصة؟ السر كله متلخص في الرقم ده: 14 و27% عائد توزيعات نقدية. ده يعتبر عائد استثنائي جدا، وبيتفوق بوضوح على متوسطات القطاع وحتى على كتير من أدوات الاستثمار التقليدية التانية، خصوصا لو أخدنا في الاعتبار إن السهم كمان لسه قدامه فرصة محترمة جدا للنمو الرأسمالي. والعائد ده بالمناسبة مش مجرد ضربة حظ أو حاجة حصلت مرة ومش هتتكرر، احنا بنتكلم عن سياسة مستقرة ومستمرة لعقود طويلة. في العام المالي 2025 الشركة وزعت جنيه و20 قرش للسهم، وده بيمثل نسبة توزيع بتوصل لحوالي 75% من الأرباح. يعني بصراحة إدارة كريمة جدا مع المساهمين، وفي نفس الوقت ذكية لأنها بتحتفظ بجزء يضمن استمرارية وتحديث مصانعها. النقطة الرابعة معانا في تحليلنا النهاردة هي تحليل القيمة العادلة. لو بصينا على مقرر الربحية أو الPE لشركة أموك هنلاقيه بيسجل 7 و10 مرة. الرقم ده بيلمع جدا لما نقارنه بمتوسط قطاع الطاقة اللي بيوصل ل 14.5 مرة. ده معناه ببساطة إن السهم بيعتبر رخيص وجذاب جدا مقارنه بنظرائه في نفس الصناعة. وبناء على الحسابات المنطقية للربحية نقدر نبني 3 سيناريوهات للقيمة العادلة للسهم. في الحالة المتحفظة جدا السعر العادل بيكون 6 جنيه، وفي الحالة العادلة والمتوازنة بيكون 8 جنيه و40 قرش. أما في السيناريو المتفائل بناء على نمو الأرباح اللي شفناه فممكن السعر يوصل ل 10 جنيه و80 قرش للسهم. عشان كده النقطة الجوهرية اللي لازم نركز عليها هي إن السهم وهو بيتداول حالياً حوالين مستوى 8 جنيه و26 قرش بيكون مستقر تماماً في منطقة الاتزان، أو نقدر نقول القيمة العادلة. ده بيحد جداً من أي مخاطر للهبوط العنيف للسهم، ولسه بيسيب مساحة معقولة وممتازة للنمو لو تحقق السيناريو المتفائل. وأخيراً النقطة الخامسة، الرؤية الفنية واتجاه السوق. دلوقتي اللي بيحصل في السوق من هدوء نسبي في حركة السهم مش معناه ضعف إطلاقاً،
بالعكس، مؤشر القوة النسبية أو ال RSI وصل لمستوى 36 نقطة، وده معناه إن السهم في مرحلة تبريد ومرحلة هدوء بتعتبر منطقة تجميع ممتازة جدا وفرصة ذهبية للمؤسسات والمستثمرين عشان يكونوا مراكز شرائية جديدة. خريطة الطريق الفنية هنا واضحة جدا وبتمشي في خطوات. أول حاجة الحفاظ على مستوى الدعم النفسي والقوي جدا عند 8 جنيه. تاني حاجة اختراق مستويات المقاومة عند 8.42 وبعدها 8.75، واللي بكسرها السهم بيفتح طريقه للهدف المتوقع خلال الفترة الجاية عند 9 جنيه و20 قرش للسهم. ولو ربطنا المستويات الفنية دي بالزمن الحقيقي للسوق هنلاقي إننا ماشيين في دورة واضحة. إحنا حالياً في مرحلة التجميع، وتاريخياً كده السيولة بتزيد جداً قبل مواعيد استحقاق الكوبونات زي تاريخ 19 إبريل، وبعدها بيحصل التعديل السعري الطبيعي بعد ما الأرباح النقدية تتوزع للمساهمين. وفي نهاية تحليلنا النهاردة في سؤال مهم جدا بيطرح نفسه ويستحق إننا نفكر فيه بعمق. مع ميزانية بصفر ديون صافية ومبيعات قياسية بتستفيد بقوة من التصدير وتوزيعات نقدية مستقرة بتعدي ال 14%، هل المزيج الفريد ده بيخلي آموك هو السهم الدفاعي الأمثل عشان يكون أساس قوي لأي محفظة استثمارية طويلة الأجل في البورصة المصرية؟ الإجابة متروكة لبحثكم وتحليلكم.